الجزائر تصل إلى أمر دي زاد بعد ما طيح للرئيس، وكذلك الآن الفرنسيين راهم داروا عليه. واش طرالو اليوم في فرنسا؟ مفاجأة كبيرة. وهل راح تسلموا من بعد فرنسا للجزائر؟ صلوا على النبي وداروا لنا الإعجاب والاشتراك متابعينا. أولا بخصوص هذا أمر دي زاد اللي خرج مؤخرا في تقرير صحفي وكذلك تلفزيوني فرنسي، ولا يطيح لرموز الدولة الجزائرية وعلى رأسهم الرئيس بون. ولكن الأخير الآن العديد من الفرنسيين انقلبوا عليه، خاصة بعد الرواية الراكيكة اللي كان خرجها مع المخابرات الفرنسية، حتى أنه شفنا سيغولين رويال السياسية والوزيرة السابقة الفرنسية والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية من زارت الجزائر، قالت أنا أصلا ما حبتش، هي على أساس ما حبتش تشارك حتى في هذاك التقرير التلفزيوني، لأنه كان تعرف باللي خرطة كبيرة من هذاك أمر دي زاد بتنسق مع بعض الأحزاب اليمينية الفرنسية ولا بعض المسؤولين الفرنسيين اللي حابين يديروا تصعيد مع الجزائر. لهذا أصلا الأخير أمر دي زاد الحاجة صراحة اللي أسقطت الرواية تاعو هي قال لهم من على أساس احتجزوه المخابرات الجزائرية وراحوا متنكرين وداوها لواحد البلاصه وخلاوه تما على اساس حطوا له زوج نساء يحرسوه، وحده كانت بالحمل. تخيل هذه يعني تدخل في الراس. الاخير قال هذا من السيناريو. صراحه هو اسقط القناع عليه، خاصه بتعاونه مع فرنسا في خضم تصعيد الجزائري الفرنسي. يروح هو يتعامل مع فرنسا ويحاول يدير لها سرديه ويحاول يعطي لها مبرر باش تصعد مع الجزائر. الان الفرنسيين انقلبوا عليه، واكيد كي يجي كاش رئيس لفرنسا ويحب يصلح العلاقات مع الجزائر كي تخلص الورقه تاع هذا امر دي زاد اللي كيديروها اكيد.